السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اول فيديو ليا على القناة، ان شاء الله باذن الله كده تكون فتحة خير، وان شاء الله نتجمع فيها كده كلنا باذن الله، على الخير وعلى الحب وعلى الامل وعلى التفاؤل، وان شاء الله ربنا يا رب كده دايما يجعلنا كده متجمعين في الخير وفي الفرح وفي الهنا وفي السعادة، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده كده يعجبكم، وان شاء الله في القناة دي اقدم لكم محتوى حلو كده، وتطلعي كده من الفيديو مستفيدة بإذن الله. اعرفكم بنفسي، انا ام عمر. وان شاء الله يعني الايام الجايه انزل معاكم فيديوهات حلوه جدا. الناس بقى اللي اول مره بتتابعني واول مره بتشوفني، انا كان عندي قناه قبل دي وما حصلش نصيب منها وكده، وبدات من اول وجديد، وان شاء الله باذن الله تبقى بدايه كويسه، ونبدا كده مع بعض، وربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير، اللهم امين. انا محتوايا محتوى رمضاني، بقدم لكم كل حاجه تخص البيت، من تنظيفات، تحضير غدا، فطار، عشاء، كمان روتين يومي يعني بمعنى أصح، من أول اليوم لآخره، وكمان بربي طيور كده وبديكي شوية أفكار حلوة جدا جدا. يعني أنا قاعدة في شقة مش في بيت، وبربي كده طيور في البلكونة، عاملين عشة كده في البلكونة وبربي فيها يعني طيور كده على قد ما بقدر. طبعا حبايبي اللي معايا من القناة الأولانية عارفين الكلام ده. انا طبعا بقول الكلام دوت للناس اللي اول مره بتشوفني واول مره بتتابعني. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تكون حلوه جدا وهتعجبكم باذن الله، انا متاكده. فتابعوني كده، ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي معايا في القناه من كلمه اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلك كل فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو فضلا منكم تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليه. بصوا بقى، انا شوحت اللحمه زي ما شفتوا معايا كده، وكانت العربيه معديه. كان الفيديو ده انا كنت مصوراه بقالي فتره معايا يعني بصراحه، قبل ما افتح القناه الجديده دي وقبل ما انوي كده ان انا اشتغل وابدا، فكنت مصوراه وكان معايا. فكان الحاجات دي كانت مشتريات طالعه، اللي هي بتاعت ايه، وانا طالعه بقى من طلعه العيد كده، وكان البيت فاضي، فلقيت العربيه معديه بصراحه، فنزلت كده. ولادي اشتروا لي ما شاء الله البطاطس، كانت حلوه قوي، الاتنين كيلو ب15. فهم لما جابوها وطلعوا عجبتني قوي قوي، فرحت جايه بعتهم تاني. يعني انا كنت مديالهم يجيبوا 2 كيلو بس، فلما لقيتها حلوه كده فبعتهم جابوا لي كمان 2 كيلو ما شاء الله، حلوه جدا اللهم بارك. وكمان في التحمير كانت جميله قوي، كنت خايفه منها بصراحه، لكن هي عامه البطاطس اليومين دول كلها حلوه قوي قوي في التحمير ما شاء الله. فجبت زي ما قلت لكم كده، جبت 4 كيلو، ال4 كيلو ب30 جنيه، وكمان جبت الطماطم دي ما شاء الله جميله 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 حلوه قوي. بحب قوي الطماطم كده لما تبقى في العنقود بتاعها كده، بحس ان هي بتبقى شكلها حلو قوي اللهم بارك، وحمرة وجميلة. جبتها الكيلو ب5 جنيه. جابولي مش فاكرة دول كانوا 2 كيلو او 3 كيلو تقريبا يعني، بس هي كانت ب5 جنيه. والبصل كمان كان اللهم صل على النبي كان ب10 جنيه. خليتهم كده جابولي بس كيلو، على اساس ان انا يعني كان فاضل كام يوم كده وهنزل السوق وهجيب. طبعا انتوا عارفين ان انتي لما تنزلي السوق وتشتري الحاجة بنفسك وبتنقيها كده حاجة من حاجة بتكون افضل. لان لما بتكون عربية معدية او حاجة، طبعا هو اللي بياخد الحاجة كده وبيوزنها لك، انتي ما بتبقيش شايفة الحاجة دي حلوة ولا وحشة. فانا اكتفيت بس بكيلو بصل قلت حلو. والخيار برضو ما كانش عندي خالص، هو مش كان احسن حاجة بصراحة، لكن قلت يلا مش مشكلة، اهو يبقى موجود احسن من ما فيش. كان عامل الكيلو 10 جنيه، كان فيه كبير قوي ومش كان احسن حاجة يعني، بس قلت اهو يبقى موجود عندي وخلاص. جبت كيلو بس ب10 جنيه. فقلت الحاجات دي في البيت، روحي البيت، هو البطاطس والطماطم والبصل، دول الثلاث حاجات دول يعني ما تقدريش تستغني عنهم. ممكن تستغني عن الخيار، ممكن يعني ايه تقضيها كده من غيره مفيش مشكلة، لكن البطاطس لما بتخلص والطماطم والبصل خلاص انت كده مش هتعرفي تروحي ولا تيجي ولا تعرفي تعملي اي اكل. فربنا يعمر بيوتنا يا رب دايما بالخير وبالبركة، اللهم امين يا رب العالمين. شوية مشتريات كده بسيطة حبيت ان انا اوريها لكم، بحيث ان انت برضو لو عدت عليكي حاجة زي كده حلوة وبتنفع برضو ما شاء الله يعني. المهم بقى، هنا كان عندي اهوت زي ما انتم شايفين كام بطاطسايه كده. قلت ايه دي الصنفره اللي انا بنضف بيها البوتاجاز، بنضف بيها اللي هي القواعد بتاعه البوتاجاز، بتخليها بتلمع معايا وحلوه قوي. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم من الفيديوهات اللي جايه. جبت بقى البطاطس الجديده القديمه اللي كانت عندي يعني قدام شويه كده، عشان خاطر ان انا استخدمها هي في الاول، واللي انا لسه جايباها حطيتها كده جوه.
شايفين هنا كنت باوريكم بقى، هو ده بقى اللي أنا كنت باتكلم مع حضراتكم فيه، اللي هو عيب بقى إن أنتِ إيه، ما بتنقّيش الحاجة فممكن تطلع فيها واحدة كده مش أحسن حاجة زي ما أنتم شايفين كده. فضل ونعمة، ما كانش عندي بقى غير بصلاية اللي في الجنب اليتيمة الغلبانة دي، فجِبت الكيلو ده يمشّيني كده، وكانت اللحمة اتشوّحت، كنت حطيت بقى إيه، المَيّة تغلي، وأول ما غلت كده رُحت جاية ضايفاها على اللحمة، كانت اللحمة خدت تشويحة، الطريقة دي بتبقى حلوة جدًا، يعني باحب إن أنا أشوّح اللحمة كده تشرب كده من التوابل على نار هادية، بتبقى طعمها حلو جدًا وفي منتهى الجمال. هاعمل كمان بقى صينية بطاطس، جبت كده بصلاية قشّرتها وغسلتها وخرّطها معاكم، بصراحة كسّلت إن أنا أطلّع الكبة، قُلت كفاية الخلاط، يعني كفاية إن أنا طلّعت الدُرَق بتاع الخلاط وضربت فيه الطماطم، مش عايزة بقى كبة كمان وأبهدل الدنيا كده ومواعين، وكمان كده كنا طبعًا يعني طالعين من العيد والدنيا نضيفة، فبنحاول نحافظ على التنضيفات اللي إحنا عملناها يعني على قد ما بنقدر، فواقفة في المطبخ كده، أنتم عارفين بقى لمّا بنبقى تعبانين في التنضيفات وكده، بنبقى بنحسِّس كده على كل حاجة حوالينا. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. خرّطت بقى البصلة كده ما خدتش معايا وقت، وكمان أحط إيه، يعني مثلًا 3، 4 فصوص توم كده، التوم ده كان مهروس عندي في الفريزر، أخدت منه قطعة كده نضيفة، وأحط بقى شوية 7 بهارات، شوية كمون، شوية فلفل أسمر، وشوية ملح، وهابدأ كده إن أنا أدعك بيهم اللهم صل على النبي البصلاية كده لحد ما تنزّل المَيّة بتاعتها، التركة دي مهمة أوي، 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 بتخلّي طعم الأكل معاكِ في حتة تانية خالص، سواء هتعملي صينية بطاطس أو هتعملي محشي، يعني في أكلات معيّنة كده لمّا بتدعكي لها البصلاية كده مع البهارات، بتخلّي طعم الأكل حلو أوي، أوي، وكمان الريحة لأ بتبقى مختلفة خالص، ممكن تشوفيها حاجة بسيطة لكن بصراحة بتخلّي طعم الأكل في منتهى الجمال. كنت أخدت بقى شوية طماطم كده طرية من الطماطم اللي أنا لسه مورياها لحضراتكم، ضربتها كده في الخلاط، ونزلت بيها بقى كده على البصلة بتاعتي، وكنت مقطعة بقى كده بطاطس زي ما أنتم شايفينها كده، ولا سميكة أوي ولا رقيقة أوي، وهابدأ بقى أقلب كله كده وأحطها على البوتاجاز من فوق إن هي تتسبك كده وتاخد وتدّي مع بعضها كده، وبعد كده هادخّلها الفرن، حابة إن أنتِ تحطيها بقى في الفرن كده على طول ما فيش مشكلة، بس كده بنوفّر في الغاز يعني شوية. اللهم صل على النبي، بس خلاص كده بُصّوا عايزة أقول لكم إن الريحة أصلًا دلوقتي حلوة أوي، حابة تضيفي قرن فلفل كده ما فيش مشكلة يعني اللي تحبوه. حطيتها بقى على النار أهوّة، شايفين ما شاء الله حلوة جدًا، ريحتها جميلة أوي، أوي، ولمّا تغلي غلوتين كده هاروح ضايفة بقى اللحمة كده، لإن اللحمة كانت عندي استوت أصلًا، بس هاحطها تاخد غلوتين معاها كده، وبعدين أحطها تحت الشواية. وهنا عملت شوية رز بشعرية، وده كان غدانا، وده كمان كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، ما حبيتش إن أنا أطوّل عليكم، استنوني بقى في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله تعجبكم جدًا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف